هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في بيان فرضية الجهاد، وأن الله عز وجل كتبه على المسلمين، وهذه الفرضية إنما كانت بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأما لما كانوا في مكة وكانت حالهم في ضعف وعدم تمكن لم يفرض عليهم الجهاد إذ ذاك، وإنما فرض عليهم الجهاد بالقلب والجهاد باللسان. أما جهاد السيف إنما فرض في المدينة. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. هذا في مكة، المجاهدة بالقرآن والمجاهدة بالحجة والبيان والتعليم والدعوة وإقامة الحجة على الناس، هذا كان في مكة. وفرضية الجهاد إنما كانت في المدينة بعد أن حصل للمسلمين دولة وحصلت لهم قوة. وهذا أخذ منه أهل العلم أن فرضية الجهاد جاءت على مراحل. لما كان المسلمون في بداية الإسلام وفي أوله وعدم وجود دولة وعدم وجود قوة لم يفرض عليهم الجهاد إذ ذاك الذي هو جهاد السيف. ولما صار لهم شوكة وقوة ودولة حينئذ جاءت فرضية الجهاد. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل لبيان ذلك بين يدي ذكره لغزوات وبعوث وسرايا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار، وكانوا قد بايعوه على النصرة والمؤازرة والمعاضدة، لا تأخذهم في الله تبارك وتعالى لومة لائم. قال: وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة. رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة، أي أصبحت العرب كلها معادية لمن بالمدينة، لأهل الإسلام، لهذه الدولة المسلمة الناشئة في هذه المدينة، مدينة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وتعرضوا لهم من كل جانب، أي بدأت تبرز العداوات من هنا وهناك. وأشد الناس ضراوة وعداوة للمسلمين كفار قريش الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله، لا لشيء إلا لأنهم أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، فأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، وقتلوا منهم من قتلوا، وآذوا منهم من آذوا، وتعرضوا لأموالهم. فهاجر المسلمون إلى المدينة وصار لهم فيها دولة، ففرض الله سبحانه وتعالى عليهم الجهاد حينئذ. قال: وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية. قد كان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية، في قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لكن كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، أن سورة الحج وإن كانت مكية إلا أن فيها آيات مدنية، لأن فيها آيات مدنية ليست مكية.
ومن بين الآيات هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال رحمه الله: وقد قالت طائفة إن هذا الإذن بمكة والسورة مكية. قال: وهذا غلط من وجوه، يعني أن يقال إن هذا الإذن إنما كان بمكة وليس في المدينة. قال: هذا غلط من وجوه. وساق رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد 6 وجوه بين فيها غلط قول من قال إن الإذن في هذه الآية إنما هو بمكة لكون السورة مكية. ثم قال رحمه الله: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في ذكر مراحل الجهاد، وفصل ذلك تفصيلا نافعا مفيدا للغاية في كتابه زاد المعاد، ويمكن لطالب العلم أن يراجع ذلك فيه. قال ابن كثير رحمه الله: ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد كتب الله عليهم الجهاد، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب أي فرضه الله سبحانه وتعالى عليكم. وقوله وهو كره لكم أي بحسب طبع الإنسان، لأن الإنسان يكره الموت ويكره أن يتعرض جسمه وبدنه للأذى والإصابة، وإذا دخل الجهاد فهو عرضة لهذا وهذا. فبحسب طبع الإنسان يكره الموت ويكره أن يتعرض بدنه للإصابة والأذى. قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه المغازي التي سيتحدث عنها المصنف رحمه الله ويسوق شيئا من تفاصيلها وأخبارها هي كما قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى مآثر الآباء ومآثر الأجداد ومآثر السلف الأولين من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين لهم بإحسان، ممن كتب الله سبحانه وتعالى على أيديهم عز الإسلام ورفعة المسلمين وعلو كلمة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، وانتشار دين الله سبحانه وتعالى في الآفاق. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فحصل على أيديهم من النصرة والإعزاز لدين الله والإعلاء لكلمة الله، وضحوا في سبيل ذلك بمهجهم وأنفسهم ودمائهم، وجعلوها رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل إعزاز دينه سبحانه وتعالى. ولهذا مطالعة هذه الغزوات وفهمها، وأيضا فهم موضوعات الجهاد فهما صحيحا بعيدا عن غلو من غلا وجفاء من جفا، بعيدا عن الإفراط والتفريط، وأن تنزل آيات الجهاد منازلها، لأن من الأخطاء الفادحة أن تنزل بعض آيات الجهاد في بعض الأزمنة في غير موضعها. قد مر معنا أن الجهاد مر بمراحل، ومرحلة الضعف وبداية الإسلام لم يفرض عليهم الجهاد، لأنهم لا طاقة لهم به ولا قدرة لهم عليه ولا دولة لهم للقيام به، فلم يفرض عليهم، وإنما فرض في المدينة. ولهذا قال أهل العلم أخذا من هذه المراحل للجهاد أن
الواجب النظر في أحوال المسلمين في كل زمان، وينظر في حالهم ومقدرتهم ومكنتهم، وفي ضوء ذلك ينظر في باب الجهاد. بينما بعض الناس يدخل في هذا الباب بدون أي ضابط شرعي وبدون فهم لشروط الجهاد وضوابطه وقيوده، فيقع على يديه أمور هي من الإفساد وهو يظنها جهادا في سبيل الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر من الخطورة جدا بمكان. فباب الجهاد باب خطير للغاية، وليس الكلام فيه لأحد الناس وأفرادهم، وإنما الكلام فيه والأمر فيه للأئمة الأكابر ولأهل العلم، وأن تكون المقاتلة من وراء السلطان وتحت لوائه، وأن يكون ذلك بالرجوع إلى الأئمة الأكابر والعلماء الراسخين، وفي ضوء كلامهم وبيانهم يكون ذلك الأمر. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم.